السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم، وقلنا إن القانون أصبح واجب التنفيذ وينفذ حاليا، وتم استجابة كبيرة جدا من بعض المستأجرين، كبيرة جدا، وراح تفاهم مع الملاك سواء كان وحدة سكنية أو وحدة تجارية إن القانون هيتطبق على الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. اللي هي إيه؟ يعني إيه كلمة قانون إيجار قديم؟ اللي هي عقود الإيجار المحررة قبل 31/1/1996، وأنت نازل سيادتك كده دي يعتبر كلها عقود إيجار قديم. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ده القانون اللي صدق عليه السيد الرئيس على هذه العقود اللي اتعملت من 31/1/1696 وانت طالع فوق. دي ملهاش علاقة بهذا القانون ولا يطبق عليها هذا القانون، سواء كتب مشاهرة إلى نهاية العقد، إذا كانت المدة ثابتة أو القيمة الإيجارية ثابتة. كل دوت ما يطبقش بدل تاريخ تحرير العقد بقى من 31/1/96 و97 98 وانت طالع على فوق كده 2000 2005 الى وقتنا ذلك. طيب، ما تدفعوش الايجار عشان المحكمة الدستورية العليا هتدي عدم دستورية هذا القانون، ومنازعات التنفيذ امام المحكمة الدستورية هتدي ايقاف لهذا القانون. ما تدفعوش الايجار، يا ريت ما تدفعوش الايجار. بقولها عن الملاك، يا ريت هنرفع قضيه وهناخدها عن طريق المحكمه، بدل ما هقعد 5 سنين في المحل هقعد سنه. ما هو القيمه الايجاريه يعني هي مش قيمه كبيره قوي يعني كان ان الملاك رضيوا بيها ما يجوش عشر القيمه السوقيه. ورغم من عن كده قلنا الحكومه والسيد الرئيس يشكر ان هو اصدر هذا القانون وصدق على هذا القانون وتصدى لهذا الملف الشائك جدا. فنيجي بقى للناس اللي ايه هم اتلخفنوا، رئيس رابطة مستأجرين ومستشار قانوني للمستأجرين ورابطة ائتلاف القانون ومش القانون والمستأجرين، وغرقوا الناس وبيحطوا الناس في وش المدافع ويمشوا. وشفنا اللي هو نزل الانتخابات ده وسقط، وكان بيتكلم وكان بيتكلم ويهيج ويحرض ويعمل، وقلنا له اتزن هتعاقب عشان انت بتتكلم كلام مخالف للقانون وضد الدولة. الدولة وضعت قانون، يجب احترام هذا القانون وتنفيذه. ما تعملش عصيان، مش هتنفذ وهنطلع مؤتمرات وهنطلع مش عارف فين. هتطلع فين ولا هتطلع ولا هتنزل؟ ليك المحكمة، الجأ للمحكمة، اعمل عدم طعن، اعمل منازعة تنفيذ، اتكلم بالقانون. انما تحرض وعايزين نوريهم ان احنا قوتنا ايه. قوتك إيه؟ انت هتحارب يا عم الحاج؟ انت ميليشيا ولا ايه؟ انت صفتك ايه؟ المهم، واختفى اليومين دول ما بسمعش حسه. ف اتكلم بالقانون، ما بنقولش حد ما يتكلم. الدولة ما بتمنعش، انا بتكلم وغيري بيتكلم وده بيتكلم في حدود القانون وباحترام الدولة. وما بقولش الواحد ده في المادة كذا كذا ده السيد الرئيس وافق عليها، انت ما توافقش عليها يا شعب. الله، تعمل عصيان اسمه عصيان مدني، كلام يعاقب عليه. المهم، ما تدفعوش الايجار عشان القانون ياخد عدم دستوريه. طب انتوا مش طعنين يعني اللي بيقولوا 4/10 ومش 4/10، وانا عارف ان مفيش 4/10، حتى لو في جلسه او في كده هوت بتتاجل للمفوضين لحاجه مش هيتحكم فيها في نفس الوقت. حلني مثلا، هم طعنين عشان بيعرفوا ان هو بيغرقوكوا ازاي. هم طعنين في الماده الثانيه في القانون اللي هي الفتره الانتقاليه 5 سنين مثلا، او هم بيتكلموا على الوحدات السكنيه على 7 سنين في الوحدات السكنيه وال5 سنين الوحدات التجاريه. هم بيطعنوا على الفتره دي ليه؟ ان حكم المحكمه الدستوريه قال عدم ثبات القيمه الايجاريه، دي حاجه. ولا يستحصى عن مشرع التدخل وتنظيم العلاقه الايجاريه، ودخل وعمل القانون يبقى دستوري. يبقى حتى لو انت طعنتني على القيمه الايجاريه، ده المحكمه امرت بكده. الطعن من وجهه نظرهم بيقول لك لا، هو الحكم ما نصش صراحه على
الفترة الانتقالية، الفترة الانتقالية دي عملتها الحكومة ومجلس النواب واحنا بنطعن عليها. لا، القانون لو قريت القانون والتمعن هتعرف. فمش عايز تدفع ايجار ما تدفعش، وهنرفع قضايا امام المحاكم وهناخد احكام عليكم وهنطردكم خارج هذه الشقق والوحدات السكنية في حالة عدم سداد الأجرة. اسمعوا كلامي لا يغرقكم. شكرا.